لك ايه بقى؟ زيزو طالب 100 مليون واتنين كلسون، واحد ليه والتاني للحاج مصطفى، وشارط كمان ان الكلسونين يبقى فيهم خطين حمر. ما ترحمونا يا اخوانا، والنبي ارحمونا. 100 مليون ايه يا عم؟ يا عم 100 مليون جنيه ازاي يعني؟ يا عم زيزو، يا عم زيزو حب الجمهور بالدنيا كلها. يا حاج مصطفى يا والد زيزو يا محترم، حب الجمهور بفلوس الدنيا. هتروح فين؟ هتروح الاهلي؟ الاهلي هيدي لك 100 مليون؟ والله يشك. بس عادي، الارقام دي بقت عادي جدا. اللي خلى فاركو طالب 60 مليون في محمود جهاد، واللي خلى معرفش مين عايز 200 مليون معرفش من مين. الارقام بقت غريبة، الارقام بقت مستفزة قوي. طب اقول لك على حاجة كمان، الزمالك معروض عليه لعيب برازيلي بيلعب في الدوري البولندي. يا عم انتوا يا جدعان، يا جدعان يا جدعان، ما تجننوناش يا مجلس الاداره يا محترم. فكك بقى من اي كلام. مفيش حاجه اسمها والد زيزو قال لك لحد يوم الخميس وما تكلمنيش تاني. هو مين؟ هي الايه اتقلبت؟ الايه اتقلبت يا اخوانا؟ يعني هو اللعيب اللي يقول للنادي ما حدش يكلمني بعد يوم الخميس، ولا النادي اللي يقول للعيب؟ اي حد يتمنى ويتشرف انه يلعب في نادي الزمالك. القصه كمان في النادي الاهلي. النادي الاهلي اكرم توفيق ما اعرفش عايز كام، ومش عارف مين عايز كام، والشناوي عايز كام. ايه يا عم؟ ايه يا عم الارقام دي؟ انتوا بتلعبوا فين يا عم؟ بالمناسبه كمان والنبي، بيقول لك الاهلي معروض عليه لعيب سلوفيني. سلوفيني؟ وتجيب لعيب فلبيني والدنيا تقلب ايه؟ طيني. يا عم ارحمونا، ارحمونا يا جدعان، ما تجننوناش. الكرة مش كده. عايز يعني انت عايز فلوس؟ خد فلوس، بس 100 مليون و200 مليون وبتنجا ايه يا عم؟ ايه يا عم ده كله ده؟ ايه الارقام دي؟ غريبه قوي المواضيع دي. لا الاهلي ولا الزمالك هيعرف يجيب لعيبه بالارقام دي. عايز بقى تجيب لعيبه؟ وموضوع اللعيبه الاوروبيه دي والنبي، والنبي بلاش لعيبه اوروبيه عشان خاطري. اللعيب الاوروبي لو في الطلب هيلعب في اوروبا. لو هو شايف ان موضوع فلوسه بالنسبه له فلوس، هيروح الخليج، هيروح الامارات، هيروح السعوديه، هيروح قطر. لكن اللي يجيبه مصر يا جدعان والنبي يعني ايه؟ هدوها، هدوها عشان بجد الموضوع بوخ. يا عم زيزو شوف الكلسونين دول هتجيبهم منين؟ عايزهم اديداس ولا عايزهم ايه؟ ونشوف نكلم كوتونيل اللي خلص لك فيهم. عايز تقعد في الزمالك؟ اهلا وسهلا بيك. جمهور الزمالك هيجري ويشيلك، يعني هتبقى طاير من على الارض. نفس القصه لاكرم. اي لعيب اخوانا يتمنى ويتشرف انه بيلعب في الاهلي والزمالك. لو الكلام عجبك شيره في كل حته، ولو مش مشترك في الصفحه يا عم اشترك، انت مستني ايه؟ دي كانت ملاحظ كرويه خاصه بيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.